النهارده معاكم من داخل الموقع الأثري اللي اكتشفته البعثة الأثرية في محطة مصر من داخل الموقع بشكل حصري فقط لحضراتكم. الموقع اللي غير التفكير في شكل التخطيط العمراني لمدينة اسكندرية القديمة. تعالوا نعرف التفاصيل. ليه الحلقة دي مهمة؟ لأنه لأول مرة هتشوفوا الموقع الأثري اللي تم اكتشافه من يومين بس حصري فقط لحضراتكم. جمهور تركاية وحكاية لأنكم جمهور مميز ويستاهل يشوف كل جديد. ومش بس كده، كمان هنحكي لكم تفاصيل الاكتشاف والتركاية التاريخية اللي وضحها. بعثة حفائر الإنقاذ التابعة للمجلس الأعلى للآثار اكتشفت اكتشاف مهم جدا في منطقة محرم بيه في اسكندرية. أول حاجة الحوض اللي قدام حضراتكم ده، وده زي حمام سباحة وليه السلم اللي بينزل ليه، والدايرة اللي جنبها دي كانت عبارة عن حمام دائري عام. تخيلوا معايا كده شكل الحياة، والحمام ده بيستخدمه عدد كبير من الناس وقتها. والمكان ده كان عبارة عن فيلا سكني، والأرضيات دي زي ما حضراتكم شايفين معمولة من مجموعة من الفسيفساء المختلفة في أشكالها الفنية، وده دليل على رفاهية وغنى الشخص اللي كان عايش في الفيلا دي من سنين كتير، وكمان دليل على التقدم المعماري والفني في اسكندرية عبر العصور. الاكتشاف ده بيبين الأهمية التاريخية والحضارية لمدينة اسكندرية، كونها من أهم المراكز الثقافية في العالم القديم، لأن باختصار كان في مباني بالشكل ده في اسكندرية من أكتر من 2000 سنة. ده غير إن فيها شواهد من العصر البطلمي والروماني والبيزنطي، وده دليل على وجود حياة متحضرة في المكان ده عبر العصور. الفتحات اللي موجودة في المكان عبارة عن نظام متكامل لإدارة المياه، إزاي المية بتدخل وإزاي المية بيتم تصريفها. إحنا بنتكلم عن فيلا سكنية فيها حمام سباحة، حمام عام، فالمية كانت شيء أساسي في المكان، وعلشان يتعمل لها نظام لإدارتها ده عايز حضارة وفكر متطور عن الحقبة الزمنية اللي بنتكلم عنها. الفيلا الرومانية وحمام السباحة كانوا ضمن النطاق العمراني لإسكندرية وقتها، وده دليل على إن المكان ده كان فيه حياة وكان فيه تجمعات عمرانية وكان داخل أسوار اسكندرية القديمة، وعلشان كده هيساهم في سد فجوة زمنية مهمة في جنوب شرق اسكندرية القديمة، لأنه ببساطة ما كانش فيه دراسات كافية في المكان ده، فما نعرفش كتير عن شكل الحياة هنا في أزمنة مختلفة. لكن الاكتشاف ده بيوضح خبايا وأسرار كتير عن شكل الحياة في نفس المكان في فترات زمنية مختلفة لاسكندرية القديمة، وبكده هيكون في تعديل لخرائط اسكندرية التاريخية اللي احنا عارفينها. من ضمن المكتشفات في الموقع ده عملات قديمة وأواني فخارية ومسارج كانت بتستخدم في الإضاءة، وبيتم التفكير في عرض بعضها في المتحف اليوناني الروماني باسكندرية. لقوا كمان أجزاء من أنفورات مختومة، وده دليل على إن اسكندرية وقتها كانت مركز تجاري وثقافي وليها علاقات تجارية مع البلدان المحيطة بيها في البحر الأبيض المتوسط. عملية الحفائر دي استمرت لعدة شهور، وهيتم استكمالها الفترة اللي جاية لاستكشاف مكتشفات تانية. البعثة اكتشفت تماثيل من الرخام لمعبودات في الفترة دي، وتمثال لإله الطب في معتقداتهم، وده بيرجح إن المكان ما كانش مجرد حمام عام، لكن كمان كان عبارة عن مشفى، يعني تقدر تقول كده بيستخدموه كمستشفى بمفهومنا دلوقتي. كل الشكر لوزارة السياحة والمجلس الأعلى للآثار والإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وبعثة الآثار بحي وسط برئاسة الأستاذ إبراهيم مصطفى. اكتشاف مهم جدا سواء في القطع المكتشفة أو في التاريخ اللي بتحكيه، وتفضل اسكندرية وأرضها بتبوح دايما بكنوزها وسرها، وتفضل اسكندرية متحف مفتوح كلها. حابب اسمع رأي حضراتكم في التعليقات في الاكتشاف ده، وشير كتير علشان كل الناس تعرف تاريخنا وحضارتنا من آلاف السنين، وتابعونا علشان دايما تشوفوا تعرفوا كل جديد وكنوز اسكندرية المستخبية وايه اللي بيحصل في كل مكان فيها. اخوكم مراد محمود، وشكرا لكم.